بتتسحري وبعد الفجر بساعة تموتي من الجوع، يبقى سحورك غلط حتى لو كلتي كتير. الفيديو ده هيقولك ازاي تتسحري وتشبعي لحد المغرب. في ناس كتير فاكرة ان الحل ان هي تاكل كتير في السحور، بس الحقيقة ان المشكلة مش في الكمية، في النوع. في اكل بيجوعك بسرعة، وفي اكل بيثبت في بطنك بالسعيد. تعالي اقولك افضل سحور يشبعك اطول وقت من غير ما تتعبي ولا تتخني. اهم حاجة في السحور هي البروتين. ليه؟ عشان هو ابطأ حاجة في الهضم، يعني يقعد اطول وقت في المعدة وبيقلل الجوع، زي البيض والزبادي اليوناني والجبنة القريش وفول، بس ناكله باعتدال. من غير بروتين هتجوعي بدري مهما كلتي. وتاني عنصر معانا هو الكربوهيدرات الصح، مش اي عيش ولا اي كربوهيدرات، احنا عايزين حاجة بتتهضم ببطء، زي العيش البلدي او السن والشوفان والبطاطس المسلوقة. لكن العيش الابيض والمخبوزات بتشبعك ساعة وتسيبك جعانة باقي اليوم. وتالت عنصر هو الدهون الصحية. الدهون الصحية سر الشبع الطويل، بس معلقة مش طبق، زي زيت الزيتون والطحينة وحفنة مكسرات، بتبطئ الهضم وبتخلي السحور يشبعك لمدة أطول. رابع حاجة المية. أكتر سبب للجوع في الصيام بيبقى مش جوع، بيبقى عطش. اشربي مية على مهلك وابعدي عن العصاير والسكر عشان ما يعطشكيش تاني يوم. حاجات تبعدي عنها في السحور لو عايزة تشبعي بجد: ابعدي عن الحلويات والأكل المقلي والسكريات والملح الكتير، الحاجات دي بتجوع وبتعطش مش بتشبع. وده سحور بسيط وبيشبع، عبارة عن 2 بيضة، عيش بلدي، زبادي وخضار ومعلقة زيت زيتون وكوباية مية. السحور ده بيشبعك أطول وقت ويريحك طول الصيام. اسمعي مني قبل ما يخلص الفيديو، في حاجة مهمة لازم تعرفيها: السحور مش مجرد وجبة، ده سر يومك كله في رمضان. اللي بياكل صح بيصحى صايم ومرتاح، جوعه قليل، نشاطه عالي ومفيش صداع ولا تعب. اللي بياكل غلط حتى لو كل كتير بيحس بجوع بسرعة، التعب بيجيله من أول الصبح والنهار كله بيبقى تقيل عليه. فكري كده، يوم كامل جوعك أو نشاطك كله ده مرتبط بوجبة صغيرة قبل الفجر. اختيارك النهاردة هو اللي هيحدد شعورك طول اليوم. وانا عايزة اعرف منك دلوقتي، اكتر حاجة بتتعبك في الصيام الجوع ولا العطش ولا التعب من الاكل الغلط؟ اكتبيلي في الكومنتات وانا هرد على كل واحدة واديكي نصايح عملية تخلي سحورك يشبعك طول اليوم. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وابعتيه لصاحبتك اللي كل يوم بتصحى جعانة، خليها تعرف السر ده قبل ما يفوتها اليوم كله. السحور الصح مش حرمان، السحور الصح راحة ونشاط وشبع حقيقي لحد المغرب. جربي النصايح دي وهتحسي بالفرق من أول يوم صيام. واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.